يا مساء الفل، يا مساء السعادة على أحلى أصحاب وأحلى إخوات وأحلى حي وأحلى عيلة. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من دعمكم ليا. عملت لنا النهارده إيه؟ يوميات سهر. عملت لكم صينية سمك بالبطاطس تحفة، عليها تتبيلة والله يا بنات ما قادرة أقول لكم على ريحتها وطعمها وجمالها. بصوا بصوا يا جمال، بتتشلشل كده. بصي تحطيها على السفرة تتشرفي بيها، جميلة جدا مع شوية رز صيادية جميلة تحفة بجد بجد. لو عاوزاكي تقولي لي ايه رايك فيها، لانها فعلا جميل قوي، والبطاطس مهيه جميل قوي 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 قوي. عاوزه تشوفي الجمال ده والحلاوه ده اتعمل ازاي؟ يلا بينا نخش نشوف الفيديو والجمال والحلاوه ده اتعمل ازاي. بس قبل ما نخش ونشوف الجمال ده والحلاوه ده اتعمل ازاي، اوعي تنسيني في لايك ولا في اشتراك ولا كومنت حلوه زي كده يا عسليه. نعمل بقى شويه سمك حلوين قوي قوي. احط هنا فلفل، نعمل التتبيله بتاعتها تحفه بجد، وهتاكلي التتبيله احلى من السمك. حطيت فلفل، هحط بصل، كل ده في الكبه. انا عاوزاهم يبقوا ناعمين تمام كده. واحط كمان واحده طماطم كبيره او 2 صغيرين، هضربهم وارجع لكم تاني. حبايب قلبي انا عملت الخلطه بتاعتي اهي تمام. هحط عليها شويه خل، طريقه حلوه جدا، ليمون ليمونتين وعلى حسب ما انتي عاوزه، توم. شكل كده البوله بتاعتنا مش هتكفي. كمان 3 معالق زيت، نغير البوله عشان نعرف نقلب مع بعض. اتغيرت البوله، هحط شويه كمون، انتوا عارفين السمك بيحب الكمون. هحط كمان ملح، هحط كمان شويه بهارات جميله جدا. هحط كمان شطه وزي ما انتي عاوزه، بس الشطه بتديله بصراحه طعم. واقلب كل ده مع بعض تمام كده. طريقه حلوه قوي، وتاكلي سمك ولا تهدرلي بقى في الزيت ولا اي حاجه، وجميل جدا جدا. وطريقته بسيطه وخفيف كمان عشان الحر. هبتدي بقى، جبت البولت بتاعي انا فتحته سنجاري كده يا بنات تمام كده. هجيب الخلطه بتاعتنا دي كده، هخليها ساعه نص ساعه تمام كده. عاوزاها كده من جوه ومن بره كده، عاوزاكي كده تغرقيها. احطي كده واسيبها زي ما انا قلت لكم كده ساعه او نص ساعه. مش قادره اقول لك هتاكلي سمك تحفه بجد تمام كده. انا هتبله كله واجيلكم تاني. جبت انا بقى الصاج بتاعي بعد ما قعدت ساعه في السمك عشان يتبل يبقى حلو. بصوا بقى يا بنات، انا هحط ايه في القعر. هحط هنا اهوت بصل وطماطم وفلفل تمام كده. وهحط كمان بطاطس، عاوزه تحطيها مش عاوزه تحطيها براحتك تمام كده. وهحط كمان شويه خلطه من اللي احنا كنا عاملينها، وهسيب شويه للسلطه تمام كده. وهحط كمان فيها شويه ملح، شويه كمون كده، على اساس الخلطه بتاعتنا تبقى حلوه تمام كده. كل ده هعمله فرشه كده مع نفسه، تبقى طعمها حلو قوي. مش عاوزه حطي بصل وحطي طماطم، لو انت مش عاوزه تحطي البطاطس تمام كده. انا فرشتها كده. هبتدي اجيب السمك بقى بتاعي تمام كده يا بنات، جميل جدا جدا. وهحطه في فرن البوتاجاز على الشبكه كده من فوق، ولا هي اللي تحت ولا هي اللي فوق، عشان خاطر يستوي معانا حلو ويبقى الطعم جميل جدا. اهو يا بنات كده حلو قوي 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 اهو، حلو قوي. وانا جبت تعابين، نفس الخلطه دي برضو حطيتها في شويه التعابين دول تمام كده. كده انا مولعه الفرن على 160. هبتدي بقى هحطها وتاكلوا احلى صينيه سمك جميله جدا جدا. ولو انت لسه معايا دوسي لي لايك واعملي لي اشتراك واكتبي لي كومنت حلو زي كده يا عسليه.
حبيب قلبي، انا السمك بتاعي كده استوى كده تمام حلو قوي. هحطه بقى على الشوايه على الاساس ياخد لون ويبقى شكله حلو. اما احطه على السفره او احطه على الطبليه يبقى شكله يفتح النفس. يلا بينا نحطه على الشوايه. حبايب قلبي، احلى صينيه سمك جميله جدا تحفه، وريحتها والله العظيم ثلاثة ما قادره اقول لكم. ريحتها رهيبه جميله جدا، والطعم مش قادره اقول لك عليه. جربيها وقولي لي ايه رايك فيها، وهتقولي لي ان شاء الله فعلا يا سحر وصفتك جميله جدا. انا كده وصفتي خلصت، واسيبكم في رعايه الله، واقول لكم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.